اوقات بتحس انك مظلوم ومحدش فاهمك، واوقات تانية بتلاقي نفسك بتتعب من دور المصلح اللي عايز يصلح حياة كل اللي حواليه، واوقات تالتة بقى بتحس ان كل الناس غلطانة ومفيش حاجة ماشية صح وانت الوحيد اللي شايف ده مش تقلب في المزاج، دي ادوار بتتبدل جواك، والنهارده هنتكلم عنها. لو دي اول مرة بتشوفني فانا دكتور سلمى حامد، دكتوراه في نيوروساينس ولايف كوتش، بساعدك تفهم نفسك وتصرفاتك وازاي تاخد قراراتك بوعي. هقولك موقف تقريبا بيحصل في بيوت كتير جدا. ام بتذاكر لابنها فبتتعصب عليه وبتزعق له، فالابن بيجري على باباه وبيعيط، فالاب بيقول له ما تخافش يا حبيبي تعالى، وياخده من ايده ويروح للام. بيتهمها ان هي قاسيه معاه واسلوبها غلط في التعامل. الام كانت بتزعق مع الولد من شويه، بقت حاسه ان هي ضحيه وانها مهما عملت محدش بيقدر تعبها، والاب بقى شايف نفسه في دور المنقذ اللي انقذ الولد المسكين. والحكايه ما بتقفش على كده، بالعكس الادوار دي بتتبدل وفي مواقف مختلفه. في نموذج نفسي اتعمل سنه 1968 اسمه دراما تراينجل على ايد دكتور اسمه ستيفن كاربمان. بيقول ان في اي علاقه الناس بتلعب 3 ادوار من غير ما تختار او تعرف. الدور الاول هو دور الفيكتيم او الضحيه، ده مش لازم يكون فيه ظلم واقع عليه فعلا، بس هو حاسس انه ملوش حيله، مظلوم والدنيا جايه عليه ودايما محتاج حد ينقذه. نيوروساينس بيقول ان دماغ الفيكتيم بيعيش في حاجه اسمها learned helplessness، يعني دماغه اتعلم من تجارب قديمه انه مهما عمل مفيش حاجه هتتغير، فبقى ما بيحاولش. ده مش كسل، ده دماغه اتبرمج على الاستسلام. الكورتيزول هرمون الاسترس عنده بيكون عالي جدا وبشكل مزمن، وده بيأثر على قدرته على اتخاذ القرار وحل المشاكل. تاني شخصيه في دراما تراينجل وهو ريسكيور او المنقذ، ده اللي بيجري ينقذ كل الناس مش علشان فعلا هو عايز يساعد قد ما هو بينقذ علشان يحس بقيمته، وفي الاخر بيتعب وبيزعل لان طبعا محدش بيشكره ولا بيقدر مجهوده. النيوروساينس بيقول ان دماغ الريسكيور بيعمل كده لان مساعده الناس بتفرز عنده الدوبامين بشكل عالي جدا، يعني حرفيا بيحس باكستسي لما بيحل مشكله حد. بس المشكله انه بيبقى ادمان، يعني محتاج دايما حد ينقذه عشان يحس بقيمته، وده بيخليه يجذب الفيكتيم تلقائيا في حياته من غير ما يعرف. التالت بقى في دراما ترانجل وهو البيرسيكيوتر او الجلاد، ده اللي دايما بيلوم، بينتقد، بيحكم على الكل وحاسس ان هو الصح وكل الناس اللي حواليه غلطانه. نيوروساينس بيقول ان البيرسيكيوتر بيعيش في حاله تهديد مزمنه، الاميجدلا بتاعته عنده بتكون نشطه جدا بشكل مبالغ فيه، وده بيخليه يشوف الدنيا كمكان خطر ومحتاج يسيطر عليه. اللوم والانتقاد بالنسبه له ده مش هجوم، ده دفاع عن نفسه. الاخطر بقى في الموضوع ان الادوار دي بتتبدل. يعني ايه؟ يعني الفيكتيم ممكن يتحول فجاه لبيرسيكيوتر، والريسكيور ممكن يتحول فجاه لفيكتيم لما محدش يقدر تعبه. مش انت اللي بتختار الدور هو اللي بيختارك وبيكرره كل علاقه من غير ما بتحس. مش كل الناس على فكره بتلاحظ ان هي في التراينجل ده، لان الادوار دي بتحسسك ان هي طبيعيه، بل بتحسسك ان هي اصلا الصح. طيب تعرف منين بقى ان انت في المثلث ده؟ في علامات بتقول ان انت الفيكتيم. لما بتلاقي نفسك بتحكي نفس القصه لاكتر من حد وكل مره انت المظلوم فيها، لما تحس ان الحلول دايما في ايد حد تاني مش في ايدك انت، لما حد بيديك نصيحه عمليه عشان تطبقها بتحس انه مش بيتعاطف معاك، لما الناس اللي حواليك بتتعب منك وانت مش عارف ليه. طيب لو انت بقى ريسكيور هتحس ان مشاكل الناس بتاخد حيز كبير قوي في دماغك اكبر من مشاكلك انت، لما بتحس بالذنب لو ما قدرتش تساعد حد، لما بتزعل لان الناس مش بتقدر تعبك وبتفضل تساعد برضه، لما علاقاتك كلها فيها حد ضعيف وانت القوي المنقذ بتاعه. طيب ازاي تعرف ان انت البيرسيكيوتر او الجلاد؟ لما في اي موقف او سؤال بيجيلك مين اللي غلط مش ايه الحل، لما بتلاقي نفسك بتنتقد ناس حتى في سرك، لما الناس بتتصرف بحذر قدامك مش بتقول رأيها الحقيقي، لما بتحس انك ليك معايير وكل الناس مقصرة ولازم توصل لمعاييرك انت. طب وايه المشكلة لما تكون عايش بدور من الادوار دي؟ في حاجات كتير قوي انت بتفوتها على نفسك من غير ما تحس. يعني مثلا الفيكتيم اللي عايش دايما في دور الضحية بيفوت على نفسه انه يكتشف قوته الحقيقية. ليه؟ لانه دايما متعود يستنى حد ينقذه، فما عرفش في يوم انه قادر يحل حاجة لوحده. بيفوتوا برضو علاقات مستوية لان الناس اللي جنبه دايما يا اما بتنقذه او بتتسلط عليه. طيب لما تعيش بقى في دور الريسكيور او المنقذ بيفوتك ايه؟ اولا لانك مشغول بحياة الناس، بيفوتوا انه يسأل نفسه انا عايز ايه، لان السؤال ده بيحسسه بانانية. بيفوتوا انه يتعلم يطلب مساعدة لان في دماغه الناس هي اللي محتاجاني مش انا اللي محتاج حد، وفي الاخر بيبقى لوحده وعنده بيرن اوت. طيب بالنسبة بقى لثالث نوع، لو انت عايش في البيرسيكيوتر او دور الجلاد بيفوتك ايه؟ بيفوتك علاقات حقيقية لان الناس بتقرب منك خوف مش حب. بيفوتوا انه يغلط بامان لان هو نفسه مش بيسمح لاي حد يغلط فمش قادر يسمح لنفسه بالغلط. بيفوتوا راحة البال لانه دايما في حالة مراقبة وحكم على كل اللي حواليه. التريانجل ده مش بيجيب لأي حد فيه اللي هو فعلا محتاجه، بيديه وهم انه عايش وهو في الحقيقة بيدور في نفس الدايرة من غير ما يتقدم خطوة واحدة قدام. طيب بعد ما سمعت كل الخطوات دي وكل الكاركترز دي ممكن تفكر اوكي انا واحد منهم، اتصرف ازاي؟
اول خطوة مش انك تغير كل حاجة مرة واحدة، اول خطوة انك تبتدي تلاحظ. لما تحس انك ضحية اسأل نفسك ايه اللي انا قادر اعمله دلوقتي بدل ما استنى حد يجي ينقذني. ولما تلاقي نفسك بتجري تنقذ حد اسأل هو ده فعلا محتاج مساعدة ولا انا محتاج احس بمساعدته ان انا ليا قيمة. ولما تلاقي نفسك بتلوم الناس اللي حواليك اسأل نفسك ايه اللي انا مش عايز اتحمل مسؤوليته دلوقتي. الوعي مش هيغير حياتك في يوم واحد، بس من غير الوعي مفيش حاجة خالص هتتغير. خليني كده اخلص الفيديو واسيبك مع 3 اسئله، مش لازم تجاوب عليهم دلوقتي بس خليهم يفضلوا معاك. اول سؤال، في علاقاتك انت اكتر واحد بيدي ولا بياخد ولا بيلوم؟ في اخر موقف صعب حصل لك انت كنت في انهي دور؟ ولو عرفت دورك ايه اللي انت عايز تغيره؟ الاجابات دي مش هتجيلك من بره، هتيجي من جواك، وده بالظبط المكان اللي انت محتاج ترجع له. لو عجبك الفيديو اعمل شير وسبسكرايب واشوفك نيكست وان.